السلام عليكم البنات، كيفكم؟ كيف دوزتوا الصيف؟ مزيانين؟ نتمنى كلشي تكونوا استفدتوا من الصيف وبحرتوا وخرجتوا ان شاء الله. ومن بعد هاد الغيبه هذه اللي طولت، يعني جبت لكم واحد الوصفه جد بسيطه انا شخصيا كتعجبني، خصوصا في الصيف، هي شهيره زعما اصلا اكله الصيف. على بركه الله غادي نعمل معكم نشارك معكم اليوم الغدا ديالي اليوم، اللي هي مشهوره فلفله ومطيشه بالطريقه ديالي. كيف كتشوفوا هنا عملت زيت البلديه، طاجين كنسخن ليه، خصنا سخون غير في التيوته. انا لا عملتها مخصهاش يتسخن بزاف، كنعرفوا زيت البلديه مخصهاش يتسخن. عملت هاد الفلفلات عندي هنايا خضار، ولا كانوا ملونين كيكون احسن. من بعد كنضيف التوابل. ها انا حيتاش ما عنديش كيف ما نصور ونعدل، عدلت التوابل كاملين. عدلت السوداني، عدلت بابريكا، قزبر حبوب، كيمون، سكينجبير، غير شويه الخرقوم، زعفران، شويه الخرقوم، لا الخرقوم، عاود غير شويويش، واليازر عندي مطحون. المهم هادشي اللي عدلت. والتوابل عندي مطحونين مع بعضهم، الهيل و ديك الثلاثه مع بعضهم، بسيليسا اللي دائما كنقول لكم كيعملوا اللذه. سبق لي اللي شاركت معكم كنت ديك الطاجين كفتة الحوت، هذه كنت عطيتها لكم. دابا غادي نخليه يتشحر وغادي نزيد له لاصوص. هذا بما يخص الطاجين. وبما يخص الفريت اللي غادي نعمل، ها هي كيف كتشوفوا هنايا قطعتها وعملتها غلات غير واحد 2 دقائق ولا 3. انا دابا طفيت لها، غنصفيها ونمسحها مزيان، وغنشارك معكم. غادي نعملها بعد التوابل، غنعملها في الفران. كتجي ما نقول لكمش احسن مقليه، كتجي بحال المقليه. هنا غادي نكمل وغادي تشوفوا معايا. هنايا في بوله عملت ملح، معلقه كبيره زيت نباتيه، عملت قزبر حبوب، وعملت اليازر حتى هو عندي مطحون. فقط هادشي اللي عملت هنايا. غادي ننزل عليهم داك الفريت اللي عندي مقطعه، غليتها في الماء، وديك الماء عملت فيهم فتيوته الخل. يعني هي كيخليها تجيب واحد البنه ما نقولكمش. وغير في هادشي اللي قلت لكم، يعني قزبر حبوب، شويه اليازر وملح والزيت. انا كيف غادي نحركها كنعمل غير ديك هيدا، معلقه الزيت فقط. وديك القزبر حبوب اللي عملت هاو كيبان داك الفتاوت ديالو، واليازر كتجي روعه، احسن من القلي اللي هو مضر، وفي نفس الوقت هذه اقتصاديه وكتجي بنينه بزاف. دابا غنستفها في هذه البوله اللي شفتو. عملت طاوه، ها هي الصينيه، عملت فيها الكاغد الزبده، غادي نستف فيها، نستفو فيها حتى تجيو شي على بعضها. كيف كتشوفوا هنايا بدا كيتشحر. انا زدت الملح، وكنت عملت الملح وشي 3 الفصوص د الثومه كبارين، زدت عليهم ضروريين. صافي دابا غادي نزيد انا هنايا لاصوص. ها كيف كتشوفوا الطاجين دابا محتاج غير لاصوص اللي غادي نكب عليه. يا سلام. طبعا اكله بسيطه ولكن كتجي لذيذه، خصوصا لما نديروا لها التوابل هادو كتجي صراحه طوب. انا غادي نحركها ارجع معكم. كيف كتشوفوا واعره البروتينه مقليه تحميه. ها هي البنات الغدا ديالي بسيطه جدا، شاركتها معكم ولكن كتجي بنينه بزاف. ها هي لاصوص بالفلفله، شفتوني شنو عملت معها التوابل كاملين. البطاطا فريت كتبان نيشه بحال مقليه، كتشوفوها كيف منفخه، كتجي طوب صراحه. وهنا البرنجال هذا قليته، هذا البنات حتى هو بامكانكم تعملوه في الفران، كيجي واعر. سبق لي جربته كيجي مزيون. وكما جربت معكم الحوت في الفران بحال المقلي. صافي هنا مابقاليش الوقت نعمل شي شلاضه صراحه، عملت غير السلطه ماروكان هكذا. ايوا بالصحه والراحه. واللي عجبته الفكره ولا كيعملها حتى هو
يعني خليو لي تعاليق اللي هما مزيونين وتشجيعات باش نزيد ننزل لكم الجديد، لان مده انا غبرت عليكم صراحه. واليوم جاتني انني نشارك معكم هذا الغداء هذا البسيط، وتحياتي لكم كاملين، تبارك الله عليكم.